الو. ايوه انا. دقيقة واحدة هكلمك من السماعة التانية. الو. ايوه ايوه. ايه الحالة بالظبط؟ طب انقلوها المستشفى بسرعة بسرعة وانا جاية حالا. ايه ده؟ مش تحاسبي يا دكتوره، دايما مستعجله كده. العجله من الشيطان. دينجرس كيس. طارق استنى هنا. تعال، كنت فين لغايه دلوقتي؟ شوفي حضرتك، انا هقول لك بالتفصيل. انا النهارده الصبح صحيت الساعه. انت هتحكي لي تاريخ حياتك؟ انت قول كنت فين؟ الحاله خطر. دينجرس كيس. انا لما ارجع هعرف احاسبك. صوتك. بابا يصحى. ولد. اشوفك بكره. اوكي، باي باي. باي باي. عم سيد، عم سيد اصحى يا بني ادم. في ايه؟ افتح الباب بسرعه، الحاله خطر. حالة ايه كفالة الشر؟ البيه بعافية ولا حاجة؟ افتح خلصنا. ما تخليك انت مستريحة يا ست هانم، وانا اشيع اجيب له دكتور. مساء الخير. صباح الخير. الشاي يا شاي.
ايوه يا دكتوره، قربت خلاص. لا لا ازاي يا دكتوره؟ دي اعراض ولاده، انا تايهه عنها. انا ولدت قبل كده 3 مرات. 3 مرات؟ ده انا فاكره انك ما خلفتيش خالص قبل كده. ليه؟ في ايه يا دكتوره؟ في حمل كاذب. كاذب؟ انا مش عارفه ده حصل ازاي، مع انك مخلفه والحمد لله. مخلفه بنات، 3 بنات. وجوزك بقى عاوز ولد، لا كده لا يتجوز عليا، وانا لسه صغيره يا دكتوره وممكن اخلف. يا ست عواطف حرام عليكي نفسك، لاحظي انك عديتي ال40. لا يا ست الدكتوره ما تقوليش كده، انا لسه صغيره، انا بس اللي اتنظرت. اكيد سلفتي عامله لي عمل ايه وكلام فارغ ايه؟ امتى بقى هتتخلصوا من الافكار اللي ماليه دماغكم مسيطره عليكم دي وشدنا كلنا لورا؟ اتفضلي ست عواطف. معلش، انا عايزاكي انتي وجوزك تبقوا تقولي وما تخافيش، انا هتكلم معاه وهفهمه على كل حاجه وربنا معاكي. اتفضلي دلوقتي. اللي بعده يا زينب. خلاص يا دكتوره، ده كان اخر كشف. طب كويس، ما تتاخريش بقى يوم السبت زي عادتك. هو بكره الليل؟ بكره الجمعه يا زينب، اجازه. صباح الخير يا شيري. صباح الخير يا بابا. ها، الميزانيه مع مين الشهر ده؟ يا فتاح يا عليم، عاوز ايه؟ حسبة 300 جنيه. ايه؟ 300 جنيه؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه سهرك للساعه. والله كانت سهره بريئه. كنت بتناقش مع الزملاء في قصور مناهج التربيه والتعليم، حاجه كده زي الندوات اللي حضرتك بتعمليها يا دكتوره. انا محتاج 100 جنيه مذكرات ومراجع و200 جنيه بدله. لا، هديلك ال100 جنيه بتاعت المذكرات، والبدله دي بقى تاجلها شهر ولا 2. يا ماما ارحمينا بقى وارفعي تمن الفيزيتا شويه، والهدف الانساني مش هيتاثر برضه. ده احنا في العصر الذهبي للدكاتره. المشكلة مش في تمن الفيزيتا وبس، المشكلة كمان في العيانين اللي قلبك بيرق لهم وما بتاخديش منهم فلوس. العياده في المهندسين وما بيهجمش عليها الا بتوع بولاء الدكرور. اصل ماما عندها حساسيه من الزباين المتريشين. ده غير الجيش اللي بيشتغل في العيادة. فعلا، دكتوره مساعده وممرضه وتمرجي. ما مش معقول يا ماما حبيبتي كل ما تعطفي على حد تشغليه عندك. كل الهجوم ده عشان سيادتك عايز تشتري بدله؟ لا، وبدله ايه؟ ب 200 جنيه. اقل منها؟ ده انا ابن دكتوره كبيره ومهندس عظيم في الهندسه الانشائيه، وبيشتغلوا ال 24 ساعه وما بنشوفهمش الا ساعه الفطار يوم الجمعه. طارق بلاش مبالغه، ما احنا بنتغدى معاكم كتير يا اخي. انا الحقيقه للاسف مش هقدر اتغدى معاكم النهارده. عندي غداء عمل في جمعيه المراه والطفوله، ندوه عن مشاكل الاسره والسكان. فين الجمعيه دي يا ماما؟ طب ما نيجي معاكي، حضرتك تتناقشي واحنا ناكل. اللي يشوف كده يقول انا مقصره في حقكم. الغدا جاهز في التلاجة. شيرين حاولي تيجي بدري النهارده عشان تسخني لهم الاكل. أنا مش هبقى في البيت قبل الساعة 5 يا ماما. على العموم هانت، سعدية هتخلص اجازتها النهارده، على اخر النهار هتكون موجوده في البيت. يا ده انا اتاخرت قوي. يلا عشان اوصلك في الطريق، عندي ميعاد مهم في المكتب. انت رايح فين يا طارق؟ المهندسين، هذاكر عند واحد صاحبي. وساعات النادي في سكتك يا بابا. وانت يا دكتوره؟ لا معلش، انا هتاخر شويه، لسه هحضر النقط اللي هتكلم فيها في الندوه. وعربيتك العطلان؟ هاخد تاكسي، مع السلامه انت. يلا يا شيرين بسرعه. حاضر يا ماما. نفسي اشوف في يوم من الايام البحكوكه بتاعتك دي مش عطلانه يا ماما. طوعيني، ادي قلبك الحنين ده اجازه شويه، وارفعي الفيزيتا تجيبي 50 قرش. يلا يا طارق. باي باي يا ماما. باي باي. طالعين. باي يا ماما. السلام عليكم يا ست الدكتور. اهلا يا عم اسماعيل، اتفضل. امال فين سعديه؟ نلقط نفسي الاول بس يا ست هانم. بقيت عجوز مش حمل المشوار بتاع كل شهر من البلد لحد هنا، ولسه قدامي 5 بيوت تانيين كل بيت في حته. لو كان بخطر يا ست هانم كنت شغلت البنات كلهم في حته واحده. وسعديه ما جاتش معاك ليه؟ مش اجازتها تخلص النهارده؟ معلش اصلها بعافيه شويه. عندها ايه؟ ولا حاجه، ده بنات ميصه بعيد عنك. جه ابن عمها من يومين يقرا معايا الفاتحه، وهي ملهاش غرض، بس امها غصب عليها ومعاها حق يا ست هانم. بيني وبينك الجواز للبنات ستره،
الواحدة في الآخر ملهاش غير جوزها وبيتها. حاكم لا مؤاخذة، الحكم من غير راجل زي البهيمة اللي من غير صاحب. يعني افهم من كلامك انكم ناويين تجوزوها ومش هتشغلوها تاني؟ ما تاخذنيش يا ست هانم، 80 جنيه ما يعملوش حاجة في الزمان ده. ده اختها الكبيرة الله يحرسها بتبعت لنا 200 جنيه كل شهر من السعودية، ده غير الهدوم والهدايا والجزم اسم الله على مقامك. فلو يعني زودتها ولو 20 جنيه هتبقى مبلغ شوية. 20 جنيه مرة واحدة؟ احنا ما بنشتغلش في السعودية يا عم اسماعيل. ربنا يزيدك ويزيد البيه من نعيمه ويخلي حسك في الدنيا كل حاجة بتزيد. والبت برضه شايلة حمل كبير وبينه وبينك محدش ليه شغلات النهارده. بس ستك راسية وعارفة. استبينا يا دكتورة؟ أمري لله. بس دي آخر مرة هزودها. اتفضل. إذا فضلك يا ست هانم وما يحرمناش منك أبدا. من بكرة الصبح إن شاء الله سعدية هتكون عندك. والعريس؟ لا عريس إيه بقى؟ هجوزها غصب عنه. ده يبقى كفر والعياذ بالله. بالإذن يا ست هانم. مع السلامة. بقول ايه يا ست هانم عدم المؤاخذة، سعدية كانت قالت لي إن في سير صغير عندكم من شلف الصندرة بتاع طارق وهو صغير. وده هتعمل بيه إيه؟ ده أنت ولادك كبروا. لا ما فيش كتكوت صغير جاي في السكة. وانتوا في السن ده انت عندك 8 عيال، وحسب معلوماتي مراتك عدت ال50. من زمان ما عادتش نافعة. دي واحدة تانية صغيرة. اتجوزت تاني؟ ربنا يديك طول العمر وتفرحي بولادك وولاد ولادك. وناوي تجيب 8 كمان من الجديدة ان شاء الله؟ انت ايه؟ ما سمعتش عن كارثة الانفجار السكاني؟ انت عارف تعدادنا هيبقى كام سنة 2000؟ احنا امال سنة 2000 حين النهارده موتني بكره. العيال عزوة برضه. ما تاخذنيش، ربنا اداكوا الفلوس وادانا العيال، هنعترض على حكمته؟ ايه؟ مسامحة في السرير؟ مفيش شك ان المعدل الحالي للتضخم السكاني بيعوق جهود التنمية وبيبدد املنا في تحسين نوعية الحياة لكل مصري. والمشكلة ابعادها واضحة في وجود عدم توافق بين نمو عدد السكان 1,000,000 طفل سنويا وبين موارد المجتمع. احنا لو استرشدنا بوصية عمرو بن العاص عندما فتح مصر كما استرشد بها الاوائل هنحل كتير قوي من مشاكلنا المرتبطة بتنظيم الاسرة. قال: يا معشر الناس، إياكم وخلالا 4 فإنها تدعو إلى التعب بعد الراحة وإلى الضيق بعد السعة وإلى المذلة بعد العزة. إياكم وكثرة العيال وإخفاض الحال وتضييع المال والقيل بعد القال من غير درك ولا نوال. والحل إيه يا دكتورة؟ في رأيي إن أحد الحلول الهامة تشغيل أكبر نسبة من النساء. في البلاد المتقدمة لما شجعوا المرأة على العمل زاد الإنتاج القومي وقل الإنتاج البشري. اتفضل يا بابا. أحسن لو استنينا 20 أكتر من كده يبقى مش هنتغدى بقى النهارده. مش قادر تستنى شوية كمان؟ هات. بتتعب أنت وماما كتير قوي يا بابا. كله عشانكم. مع إني كنت فاكر في الأول غير كده خالص. كنت فاكر ايه بقى ان شاء الله؟ يعني كنت فاكر انكم بتشتغلوا عشان تحققوا مجدكم الشخصي، لكن اكتشفت ان المسألة مش كده خالص، بدليل اننا عايشين في مستوى عالي قوي. حضرتك بتتريق. الجهد في الشغل مش لازم يرتبط ارتباط مباشر بالرغبة في رفع مستوى المعيشة. في الزمن ده لازم يرتبط يا بابا، ما حضرتك عارف اكتر مني. انا اللي عارفه انك انت ابتديت تبقى ساقط اولى من دول. انا مش فاهم انت ناقصك ايه، كل طلباتك انت واختك مجابه. ايوه فعلا بس في حدود. غيرنا بقى من ولاد التجار والسماسرة مالكش دعوه بحد. احنا عودناكوا على طريقه التفكير دي برضه؟ لا طبعا. عودتونا على طريقة التفكير اللي كانت سايدة في شبابكم من 20-30 سنة كده. بابا المستقبل يخوف بعد التخرج. الابهات المسرحين بيحجزوا لاولادهم شقق من وهم لسه اطفال، بيحاولوا يامنوا لهم مستقبلهم بعد ما تتخرج تعتمد على نفسك وتحقق اللي انت عايزه بكفاحك انت. انا لما اخدت البكالوريوس ما تقارنش يا بابا، زماننا غير زمانكم وظروفنا غير ظروفكم. ايا كانت الظروف، التفوق والاجتهاد هما الوسيله.
وهم برضو الهدف، ولازم تفهم كده كويس. ميعادك زي النهارده الاسبوع الجاي. متشكره قوي يا دكتور. مع السلامه. الله يسلمك. لسه في حد بره يا زينب؟ لا يا دكتورة. ياه، ده انا اتاخرت قوي النهارده. ما هي العيادة كده كل يوم سبت. امبارح مفيش اخبار عن جوزك؟ سمعت انه خلف عيل جديد. تاني؟ تاني ايه يا دكتورة؟ قولي رابع. المحروسة بتخلف له كل سنة عيل، لخماه بالعيال عشان ما يعرفش يتورب ولا يبص تحت رجليه. مين عارف، مش يمكن لو كنت بخلف ما كانش جوزها. هو هجرك بقاله كام سنه؟ من يوم ما اشتغلت عند حضرتك، يعني داخل على السنة ال5. ياه، وكل السنين دي وما بتطالبيش بحقوقك الشرعيه؟ انت من حقك ترفعي عليه قضيه طلاق، ومن حقك كمان تطلبي نفقه. يا دكتورة، أنا مش حمل بهدلة ومصاريف محاكم. هتعمل لي إيه النفقة يعني لما يعاند ويصر إن هو يطردني من الشقة؟ أصل عقد الإيجار باسمه. هروح فين؟ وحضرتك عارفة أزمة المساكن اليومين دول. ده أنا بحمد ربنا وببوس إيدي ووش وظهر إن هو ساب لي الشقة باللي فيها ومشي بشنطة هدومه. أصلها شقة قديمة، إيجارها 3 جنيه عمري. وبعدين حضرتك مش مخلياني محتاجة حاجة. أهو المهية اللي باخدها من حضرتك على القرشين اللي بيطلعوا لي من شغلانة الصبح في المستوصف، وهي مستورة والحمد لله. لا مؤاخذة دوشتك، اتفضلي. لا ابدا، انا يهمني قوي اطمن عليكي، واي مشكله ما تتردديش ابدا تحكيها لي، وانا ان شاء الله احلها معاكي. ربنا ما يحرمنيش منك ولا من طيبتك وحنية قلبك، ويسترها معاك دنيا واخرة يا قادر يا كريم. تصبحي على خير. وانت من اهل. مساء الخير يا عماد. مساء الخير يا ليلى، اتأخرت أوي النهارده. كان عندي كشوفات كتير قوي زي كل يوم سبت. دكتورة سهير فين أمال؟ استأذنت. ما انت عارف ان انا ما بعتمدش عليها اعتماد كلي، في حالات مهمة لازم اباشرها بنفسي. بس أنت بتتعبي، تقعدي وقت طويل أوي في الشغل. انت المسؤول. أنا؟ لولا تشجيعك ليا من يوم ما اتجوزنا ما كنتش قدرت اثبت وجودي ولا انشغل. وعلى العموم ضغط الشغل ما زادش الا بعد الولاد ما كبروا. والأولاد سعداء قوي بنجاحك. وانت لا؟ أنا أكتر وأكتر وأكتر. ده لانك ناجح اكتر ولامع اكتر ومشغول اكتر. ذكائك ده بيغفر لك. بيغفر لي ايه بقى؟ ما تنساش ان لولا العياده والمؤتمرات والندوات كنت هبقى عبء عليك، وانت ما عندكش وقت لدلع الستات الفاضيه. تخيل نفسك بقى وانت مشغول كده بابحاثك ومكتبك ومحاضراتك في الجامعه ومتجوز ست بيت، عايزك تدلعها وتهننها وتلف معاها على محلات الفساتين والجزم. بس أنا خايف على صحتك من الإرهاق. أنت يا حبيبتي ما بتناميش 4-5 ساعات في ال24 ساعة. صدقني يا عماد، انا ما بحسش باي تعب طول ما بشعر اني بعمل حاجه، زيك بالظبط، زي احساسك وانت بتشتغل. دقايق واحضر لك العشاء. هما الولاد ناموا؟ طارق في اوضته بيذاكر وشيرين لسه جايه من بره. الو زينب؟ ايوه موجوده يا زينب، لحظه واحده. تليفون يا ليلى. دكتوره؟ مين؟ زينب. الو؟ ايوه يا زينب، انت لسه ما روحتيش؟ ايه في ايه؟ ايوه عارفاها، مالها؟ خبر؟ طب انا جايه حالا. معلش يا عماد، مضطر ارجع العياده دلوقتي حالا. دلوقتي؟ حالة خطرة؟ فعلا، بلاسينتا بريفيا خلاص متقدم، وده في خطر على الام والجنين. على الله الحقها. ربنا يستر. انا اسفه يا عماد، خلي شيرين تحضر لك العشاء، انا هحاول ارجع بسرعه. ولا يهمك، يعني حاجة مش جديدة عليك. يلا انت بالتوفيق.
نعم. موجودة، لحظة واحدة. ليلى. ليلى. معلش مش موجودة. لا، أصل هي إيه اللي متعسرة؟ حالة وضع. طب اتصل بيها في العيادة. تبقى جاية في السكة. طيب استنى شوية. دقيقة واحدة أشوف ورقة ولا. حاضر، لحظة واحدة. إن الله مع الصابرين. 100 مرة أقول لها حط ورقة وقلم جنب التليفون، مفيش فايدة. دايما مستعجلة. آسف. خليك معايا لحظة واحدة. أيوه، معاك. 9 شارع المدبولي. المتولي، آسف. اهلا وسهلا دكتوره. اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا مرحبا. بقول يا سيد دكتور، كان في موضوع كده كنت عايز اخد راي حضرتك فيه. خير يا عم؟ لا، ما هو ما ينفعش الكلام كده واحنا واقفين. طيب اطلع لي فوق بعد ما اخلص وشوفك. ماشي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ست الدكتورة. اهلا يا دكتور. كويس ان حضرتك جيتي بدري النهارده. اهلا يا سوير. ممكن استأذن؟ لازم عندك ميعاد مع مدحت. هننزل نشتري الشبكة النهارده. بالسرعة دي؟ ده انتوا ما بقالكوش 2 3 بتعرفوا بعض. بس اخدنا على بعض بسرعة يا دكتورة. ادعي لي بقى الخطوبة دي تنجح. ان شاء الله هتنجح مادام بتحبوا بعض. المهم طمنيني، عنده شقة؟ للأسف لا. يبقى زي الاتنين اللي اتخطبت لهم قبل كده. مع الفارق يا دكتورة، الاتنين اللي اتخطبت لهم قبل كده كانت خطوبة تقليدية، يعني ما كانش في بيني وبينهم ولا تفاهم ولا حب. عشان كده أول ما اصطدمنا بمشكلة الشقة اتفركشت الخطوبتين. لكن مع مدحت إحساس تاني خالص. أنا مستعدة أستنى وأتعاون معاه كمان لغاية ما نلاقي شقة. هو معاه مبلغ مش كبير، لكن ممكن أدور في حدوده. ربنا يوفقكم. يلا بقى مع السلامة عشان ما تتأخريش عن الميعاد. متشكرة قوي يا دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه حضرتك رايح فين؟ استنى ما اديها خبر. عبد البواب عايز يقابل حضرتك. ما انا قلت له لما اخلص كشوفات. بس هو مصر انه يدخل، بقول له مش فاضي. هو اللي مش فاضي؟ خليه يدخل. خير يا عبد؟ خير، كل خير يا ست الدكتورة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه رأي سعادتك في 3 بواكي كل شهر؟ 3 بواكي؟ يعني ايه؟ هتزهزه وهتبقى عال. سيادتك تستاهلي كل خير يا ست الدكتورة. انا مش فاهمة انت عايز تقول ايه؟ العيادة دي انت مش واخداها تمليك يجي من 20 سنة؟ ايوه ليه؟ يبقى مفيش اشكالات منك للناس كده على طول، لا صاحب بيت يطمع ولا يحزنون. جرى ايه يا عبدو؟ انت بتتكلم بالالغاز ليه؟ قول انت عايز ايه، انا مش فاضيه. ما انا يا ست الدكتوره جاي لك في الكلام اهو. عن اذنك. عبد السلام بيه كلفني اشوف له شقه في العماره دي اجرها مفروش ويقلبها شركه خاصه. قلت له استنى لما اكلم لك الدكتوره. تكلمني في ايه؟ عايزني اجر العياده مفروشه؟ انت جرى في مخك حاجه؟ ليه لا؟ دول 3 بواكي في الشهر، يعني 36,000 في السنه. ايه؟ نص ارنب في ولا مليون ارنب.
انت والبيه بتاعك فاهمين غلط. المسألة مش مسألة فلوس. عايزني اسيب عيادتي وشغلي وحياتي كلها عشان الارنب ده؟ وانت مش هتسيبيهم على طول يا دكتورة. وقت ما تحبي ترجعي ارجعي، حددي المدة في العقد، 1 سنة 2 10، يتفاهموا مع بعض. نتفاهم في ايه؟ الكلام ده مرفوض من اساسه. انا لا يمكن اسيب العيادة يوم واحد. وانت بتاخدي منها ايه لا مؤاخذة بس يا دكتورة؟ شقة صبح وبعد الظهر، وعاملة الكشف ب5 جنيه، وزباينك غلابة مضروبين، وبتقبضي ماهيات اللي بيفيض مش قد كده. الله، انت لسه ما فهمتش وبتساوم؟ هو ولا مال قارون. اكلمهولك على 3.5. اتفضل بقى، روحوا ساوموا حد غيري. شيء في منتهى الغرابة. يعني على العموم كنت عاوز اخدم يعني. بقول ما تشاوري نفسك، النهارده الخميس لسه بكره الجمعه، براحتك يعني. انا ماشي عن اذنك. كم؟ 3000 جنيه في الشهر؟ ده قد ايراد العياده 3 مرات. تخيلي شركه زي كده ممكن تهلب كام في الشهر؟ دول بيعملوا صفقات بالملايين، ولو ان كلمة مليون ما بقتش تخض زي زمان. وانت قابلت الراجل ده اللي عاوز العياده؟ لا، البواب هو اللي كلمني. تلاقيه راجل جاهل ما اتعلمش، من نوعية المليونيرات اللي بنسمع عليهم اليومين دول. وانت رايك ايه؟ قصدي قلت ايه يعني للبواب؟ انت مش متوقع رد يا عماد؟ طبعا رفضت. انا بحكي لك الموضوع ده على اعتبار انه نكتة، موقف مضحك من اللي بنقابلهم في حياتنا. ولا انت ليك رأي تاني؟ بصرف النظر عن رأيي، انا شايف ان الموضوع برضه يستحق التفكير. ايه اللي انت بتقوله ده يا عماد؟ عايزني اسيب شغلي؟ اتخلى عن كياني وقيمتي ووجودي كله بعد الكفاح والدراسة والخبرة واثبات الذات والنجاح ده كله؟ انت اللي بتقول كده؟ انا مش مصدقة. انا ما قصدتش كده طبعا، وارجوكي ما تفهمنيش غلط. انا اقصد انك تفكري في الموضوع ده من زاوية تانية. زاوية ايه؟ الموضوع ده ملوش غير زاوية واحدة. شغلي اللي بحبه واستمتع بيه والاقي نفسي فيه. شغلي اللي ضحيت عشانه براحتي. اضحي بكل ده عشان كام ألف وتعطل وكسل ورحراحة واحساسي باني ماليش اي قيمة. مش دايما الراحة معناها التعطل والكسل والرحراحة والاحساس بعدم القيمة. ليلى حبيبتي، انت تعبت كتير واشتغلت كتير. 2 3 راحة في حالتك دي تبقى حق، خصوصا انت لسه صغيرة قدامك مرحلة لازم تستمتعي فيها بوقتك بدل عذاب كل يوم ده. غريبة، ايه اللي غيرك فجأة كده؟ زي ما تكون مش انت اللي بتتكلم، زي ما تكون واحد تاني. انا بقول وجهة نظري وارجو ما تاخديش كلامي بحساسية. انا في يوم من الايام كنت معوق ليكي في شغلك او طموحاتك؟ بالعكس، عشان كده كنت دايما فخورة بيك وبحماسك لان اكون شيء له قيمة في المجتمع، وده اللي قرب بينا اكتر. بس مشغوليات حضرتك كبرت مع الايام لدرجة انها بلعت وقتك كله، وده مؤشر ليه؟ لا، ما تلمحش لأي تقصير في البيت. احنا متفقين من الاول، الجواز بالنسبة لي مش مجرد شغل البيت وبس. طبعا مش شغل البيت وبس، بيتهيألي في حاجات تانية المفروض تتحط في الاعتبار. انا لو كنت بقصر احيانا فده لاني عارف، لانك طاقة بتضيع كلها في شغلك، واخر النهار ما بيفضلش منها حاجة. مش كده برضو ولا ايه؟ وفي النهاية انت حرة، القرار طبعا قرارك، قبولك او رفضك لكلامي مش هيغير بينا حاجة. حبيبتي تصبح على خير. صباح الخير. ايوه حسن، في حاجة؟ هما كلمتين ورد غطاهم يا زينب. خير، في ايه؟ كل خير بإذن الله. اتفضل قول اللي عندك. ايه على الباب كده؟ هي دي برضو الأصول يا بنت الأصول؟ هو كنت انت ولا اخوك رعاية الأصول؟ اتفضل.
ازيك يا زينب؟ الحمد لله. بلغني انك بتشتغل ممرضة. وماله؟ هو عيب ولا ممنوع؟ ولا اخوك كان فاكر ان لما هيسيبني هموت من الجوع؟ اخويا ندمان يا زينب، حالته لا تسر عدو ولا حبيب، ليل ونهار بيحلف بحياتك وبيقول ولا يوم من ايامك. ليه؟ هي الغندورة اللي اتجوزها غضبت عليه؟ مش طلعت قليلة الاصل بعيد عنك؟ لازم ولا دين، خدت خيره واتنمردت عليه، صبر عليها كتير وفي الاخر ما استحملش، طلقها وساب لها الشقة وجه قعد عندي. ورمى ولاده الأربعة اللي سابني عشان يخلفهم، وطبعا جاي لك عشان تجيب له التالتة. مش انت اللي جوزته برضه التانية؟ كانت غلطة بقى والمسامح كريمة زينب. تالتة ايه؟ ده الراجل اتشل من القهر. اتشل؟ وما بيتحركش من السرير وحالته تصعب على الكافر، ملوش سيرة غيرك يا زينب. هات من الآخر يا حسن. بالمختصر، سلام عاوز يرجع لك يا زينب. الدكاترة بيقولوا احتمال يخف لو لقي عناية، وهو انت برضه أولى من غيرك بخدمته. سلام عايز يرجع لي لما عرف ان انا بشتغل ممرضة. افتكر دلوقتي ان انا لسه مركونة على الرف. ما هو انت برضه لسه مراته حسب الشرع، وما تخزنيش يعني على رأي اللي بيقولوا جحا برضه أولى بلحم طوره. لو انطلقت السما على الأرض مش هرجع له. روح بلغه بكده. طب استهدي بالله بس، حطي عقلك في راسك يا بنت الناس ومالوش لزوم العند ده. بقول لك روح بلغه بالكلام اللي بقوله لك ده. طب اسمعيني بس. ما عنديش كلام تاني يا حسن. براحتك. وعلى العموم فكري برضه، وقبل ما تجيلك دعوة بطاعة خليها بموافقتك أحسن. ولا يهمك، أنا هقف جنبك، هكلم لك محامي معرفة تروحي له ويقول لك تتصرفي ازاي وهو يعمل لك كل الإجراءات. أيوة يا دكتورة، بس إذا كان على الأتعاب أنا هدفعها لك. ده كتير قوي يا دكتورة. أنت ذنبك إيه بس؟ دي حاجة بسيطة، المهم تاخدي حقك. في الحقيقة يا زينب القانون مش في صفك. ليه يا بيه؟ لازم تدخلي في طاعته وإلا هتبقي ناشز. ناشز؟ يعني إيه يا بيه؟ يرضي مين إن أنا أعيش مع واحد عمل فيا كل اللي عمله ده؟ يبقى من حقك تطلبي الطلاق، بس في الحالة دي لازم تسيبي الشقة لسببين. السبب الأول لأن عقد الإيجار باسم الزوج مش باسمك. السبب الثاني لأنك مش حاضرة. لو موافقة على الكلام ده أنا من بكرة أرفع لك دعوة طلاق. مشكلة. أنا عندي حل. الحقيني بيه يا دكتورة. عندك مانع تيجي تعيشي هنا في العيادة؟ هنا؟ ليه لا؟ الأوضة اللي حاطين فيها المعدات القديمة خديها، أنا مش محتاجة لها دلوقتي. هاتي سرير صغير وحاجتك الضرورية واقعدي فيها مؤقتة. إيه رأيك؟ رأيي؟ ده جميل مش هنسهولك طول العمر. ربنا يكبر بخاطرك وما يوقعكيش في بيئة يا كريمة يا بنت الأصول. ما تكبرهاش قوي كده امال. دخلي أول واحد. خير يا عماد؟ مساء النور. هلكت النهارده، كان يوم غير عادي. كشوفات كتير وحالات خطر ومشاكل كلها بسبب كتر الخلفه. مش عارفه اعمل ايه، سنين وانا بحاول اساهم في تنظيم الاسره مفيش فايده. انا خلاص بدات ايأس يا عماد. وانا كمان. انت كمان ايه؟ ابتديت اتاكد ان العيشه بالطريقه دي ما تنفعش. قصدك ايه؟ اقصدك واقصد البيت. تحب تاخدي فكره عن احوال البيت النهارده؟ خدي عندك، طارق خرج من الصبح ما رجعش لغايه دلوقتي. شيرين رافضه تحط طبق او تشيل كوبايه من مطرحها وليها حق. محدش يقدر يجبرها انها تسيب مذاكرتها وتعمل شغل البيت. وتعمل ليه؟ ما هي سعديه موجوده. هي دي المفاجاه. سعديه طفشت. طفشت؟ طفشت ازاي؟ ايه هي كيمياء زي اي شغاله ما بتطفش. لمت هدومها وسابت البيت ونزلت وبعتت ابن البواب يقول لي انها مش راجعه. عماد تكونش عملت حاجه وانت زعقت لها؟ انا اقدر ازعق لها؟ ده انا بعملها زي ما اكون انا اللي بشتغل عندها.
اكمل لك بقيه التقرير. المطبخ حالته مؤلمه، التلاجة فاضيه، اتغدينا جبنه وزيتون، المكواجي قفل على المكوى، القميص الوحيد الموجود اللي كنت هروح بيه المكتب بعد الظهر لقيت كل زرايره مقطوعه، والنتيجه ان انا ما رحتش الشغل. ايه رايك بقى؟ رأيي ان المشاكل دي كلها نتيجة ان سعدية مشي، ونتيجة ان انت قاعد في البيت النهارده. لو كنت رحت الشغل ما كنتش حسيت بأي مشكلة. انت بتحاول تبسطي الامور علشان تعفي نفسك من المسؤوليه. ده كلام جديد يا عماد. انت عارف ان طول عمري بعمل المستحيل عشان ما يبقاش فيه تقصير مني، لكن مش بإيدي. وانت دايما وانا دايما بعذر واقدر واجامل، وكتير قوي بفوت، وايه النتيجه؟ شغل حضرتك بيكبر ومسايبه البيت خالص، وده شيء ما فيش زوج يوافق عليه ابدا. لا، ده انت لهجتك اتغيرت خالص من ساعة ما كلمتك في موضوع تأجير العيادة. وانا قلت لك انها فرصه ممكن تندمي عليها بعد كده. البيت محتاج لك، ومش عايز اكرر الكلام ده تاني. ماما. طارق، واضح ان الموقف متأزم قوي. لاحظتي جدار الصمت اللي بينهم؟ جدار الصمت. كويس قوي التعبير ده، مش كده؟ لا مش كويس. سعدية، ألف حمد لله على السلامة يا ست سعدية. كنت فين؟ كانت اتهفت في مخها الزينيخ وعقلتني. حد يسيب الناس الكمل دول ويهيك؟ حداك العيب يا عم اسماعيل. قدامي يا مقطوعة الرابي. السلام عليكم يا ست الدكتورة. وعليكم السلام. خشي يا مقصوبة الرابي. كنت فين يا سعدية؟ ازاي تسيبينا من غير اذن؟ اللي اتعقل وضرمت مخي يا ست هانم، وحياتك اول ما جاتني علقتها في الشجره. حب على ايد الدكتوره، ما كان قدامك من الاول وقلت مش رايداه يا ام مخي انعم من البريزه الماسحه. حلف عينيك دلوقتي. هو مين ده؟ ابن عمها يا ست هانم، زغلول. فاتتكم وطبت عليا، قال ايه؟ ملهاش كيف تشتغل وبدها تتجوز. ايوه، المسرحيه اياه. والبنت ملهاش غير الجواز، والجواز ستره، والواحده في الاخر ملهاش غير بيتها وجوزها، مش كده؟ عداك العيب يا ست هانم. سلامات يا سعاده البيه. ما تاخذنيش يعني. عارف، هما 100 جنيه يعملوا حاجه اليومين دول. عليك نور. ده اختها الكبيره وتبعت لنا من السعوديه كل شهر 300 جنيه. على بركه الله سفرها رخرة السعوديه. وليه الشحطاطه والغربه دي؟ انا بقول يعني. ما تقولش حاجه، احنا ما عندناش استعداد نزود ولا مليم. زود الملاليم جبل خلاص يا ست هانم. انا بقول يعني لو زودتها ولو 50 جنيه تبقى مبلوعه. بالذمه والامانه يا سعاده البيه، مش تبقى مبلوعه. بالذمه والامانه اتجوزها يا سيدي، احنا خلاص مش عايزين شغالين. يا ساتر، ده ابتزاز. الله بالهداوه يا سعاده البيه، بالهداوه. يلا الكلام برضه اخد وعطا. ما انت اصلك زودتها قوي، واحنا بقى مش هنقبل اي مساومه. تعالي يا بيه. لا مؤاخذه، لينا عندكم حساب 10 ايام 33 جنيه وثلاث برايز. اتفضل. 30 35 مع السلامة. استنى، انا هزودها 10 جنيه بس دي اخر مرة. كان على عيني يا ست هانم، المعايا الصعبة، انا سيادتك راسية وعارفة. فوتكم بعافية. ما تسلمي على الست قلة الاصل. تعالي.
عندي ليكي حته مفاجاه ما بتحصلش ولا في الافلام. حقيقي؟ قول بقى. تدفع كام الاول؟ لقيت شقه؟ معقوله ذكائك ده؟ لا مش اي شقه، 3 اوض وصاله وفي الدق كمان. ها ايه رايك بقى؟ معقوله؟ طبعا اكيد بتهزر. ده لو فرض حتى ولقيت شقه في الدق يخلوها مش هيقل عن 15,000. بقيت المفاجاه ممكن تخليكي يغمى عليكي من فرط السعاده من غير خلو ولا مقدم حتى. واضح طبعا انك طلبت تقابلني عشان نفسك تتريق وتهزر شويه، وبعدين يا مدحت لا انا لا مش فاضيه، انا عندي شغل. استني بس، ليكي حق ما تصدقيش والله، معذوره معذوره، بس وحياتك عندي هي دي الحقيقه. حقيقه؟ تشربوا ايه يا فندم؟ شربات. اي حاجه حمراء. فراوله. ازاي؟ احنا في زمن الاحلام ولا عايشين في سنه 30 وانا مش واخده بالي؟ سمير اخويا خلاص جهز كل اوراق الهجره وناوي يسافر هو ومراته وولاده في خلال شهرين بالكتير قوي. طب وايه علاقه هجره اخوك بالشقه؟ ما انا بكلمك عن شقته، انت ناسيه ولا ايه انه ساكن في الدقي؟ هروح اقعد معاهم الشهرين دول وبكره الشقه تبقى بتاعتنا. بالبساطه دي؟ طب وصاحب العماره؟ صاحب العماره مقاول بيشتغل في السعوديه، بيشتري العمارات ويسكنها وهو ما يعرفش اي حاجه عن سكانها، المساله كلها في ايد البواب. وعموما انا سلكت اموري معاه ولغيته. سلكت ولغيت؟ معلش يا دكتوره ما هي دي لغتهم. انا هديله قرشين من اللي معايا دول وكله هيبقى تمام. خلاص انا اتفقت معاه على كده. ايه رايك بقى في خطيبك؟ هايل يا مدحت. ايه يا دكتوره احنا في الشارع. الدكتورة ممكن تسمح لنا نتكلم معاها شوية؟ النهارده اجازتك وفرصة ناخد وندي مع حضرتك على راحتنا. تاخدوا وتدوا في ايه؟ بصراحة يا ماما مش شايفين أي مبرر إنك ما تأجريش العيادة. انتوا مش عارفكم بالموضوع ده؟ هو بابا كلمكم؟ أيوة، وفهمنا إنك مصرة على الرفض. وطبعا أقنعكم إن رفضي ملوش معنى. لا هو ما اقنعناش. احنا اللي وجهة نظرنا اتفقت مع وجهة نظره. كويسة دي؟ وإيه بقى وجهة نظركم؟ شوف يا ماما، العمل حق، العمل واجب، العمل شرف. احنا مبدئيا مش مختلفين حوالين الشعار ده، لكن خلاص ده كفاية قوي إنكم توافقوني إني ما أجرش العيادة. بعد إذن حضرتك أنا لسه ما كملتش كلامي. في لكن هنا، ولكن دي مهمة جدا برضه. ولكن إيه بقى يا أبو العريف؟ الراحة حق، الاستمتاع بالحياة واجب، الفلوس شرف. إيه اللي بتقوله ده؟ فلوس إيه اللي شرف؟ استنى أنت يا طارق. يا ماما احنا نقصد إنه مش هيحصل حاجة أبدا في الكون لو حضرتك استريحتي لك كام سنة من طاحونة الشغل وإرهاق الليل والنهار اللي أنت فيه ده. بصراحة كده احنا صعبان علينا تعبك. وصحتك طبعا تهمنا. ده انا حتى كنت لسه بقول لشيرين احسن هديه لماما في عيد الام ان احنا نقدم لها اقتراح بالراحه، وده طبعا افضل من اي هديه عينيه. حضرتك تشوفي نفسك وبابا يحس انك مهتميه بيه. وعلى فكره بابا برضه في سن حرجه طارق بلاش سخافه. انا اسف يا ماما، بس حضرتك عودتينا يعني ان احنا نناقشك بصراحه، ودي مساله تجاهلها ممكن يجر علينا متاعب كلنا، وافتكر ان انا ما بقتش صغير واقدر افهم. عظيم. انا هشوف نفسي وبابا هيحس ان انا مهتمه بيه، وانتوا ما احنا برضه هينومنا من الحب جانب. ده طبعا بعد ما حضرتك تجيبي كل طلباتك وزياده شويه. طلبات ايه؟ انا ماليش طلبات. هايل. انا قصدي يا ماما. ازاي يا ماما مالكيش طلبات؟ حضرتك متهيألك كده بس عشان مشغوله على طول. لكن لما تفضي وتلاقي اول كل شهر واحد بيخبط على الباب وبيديكي 3000 جنيه من غير تعب ولا مجهود، ساعتها هتكتشفي ان احنا ما كناش عايشين. تغيري العربيه وديكور البيت وتجيبي كل الاجهزه اللي ناقصانا، وكله بالريموت كنترول. حضرتك تقعدي مستريحه وكله يشتغل بالزراير. تاكدي يا ماما ما دام حضرتك وافقتي من بكره حياتنا مش هتتخلف عن العصر. مين قال ان انا وافقت؟ انا وافقت؟ يا خساره، طول الوقت وانا عايشه في وهم. كنت فاكره انكم فخورين بيا وبشغلي. ارجوكي يا ماما ما تفهميناش غلط، احنا طبعا فخورين بيكي جدا، لكن برضو نفسنا انك تكوني معانا. شيرين قصدها يا ماما تراعينا ونراعيكي، نقعد مع بعض نتكلم سوا زي اي ولاد وامهم، نحس بحبك وحنانك اللي اتحرمنا منهم بسبب انشغالك.
اوعدكم اني هفكر. حقيقي يا ماما؟ فكرتي؟ اتفضل يا دكتور. ادي العبد. شاكرين يا دكتور. روح انت يا بسيوني. حاضر يا دكتور. ايوه يا استاذ عبد السلام. وهتستغل العياده في ايه بقى ان شاء الله؟ كافة مجاميعه، استيراد وتصدير، بيع وتعبئة شرايط فيديو، مقاولات أفلام. مقاولات افلام؟ في حاجه اسمها كده؟ أمال؟ اللي هي الأفلام الصغيرة، كل أسبوعين نصور فيلمين في نفس واحد، خطيب في إبرة يعني، بذات نفس الممثلين والمخرج بتكلفة الجملة، ونعبي الشريط ونوزع، بس ادعي لنا السوق ما ينامش. ربنا يوفقك ويبعد عنك بتوع الرقابه يا قادر يا كريم. العقد جاهز وادي المقدم، اديهم حضرتك بعدين. طب لا مؤاخذه شيليهم لا يتنزلوا. نقول المدة 5 سنين قبل التجديد؟ لا 2 كفايه قوي. ليه بس؟ ما تبحبحيها شوية. متاسفه مش هقدر اسيب العياده يوم واحد اكتر من كده. نخلي الإيجار 3.5؟ لا لا لا، المسألة مش مسألة فلوس. أمرك. أي خدمة تانية يا دكتورة؟ لا متشكرة يا عبد. ماشي، نتحاسب بعدين. نستلم بعد 15 يوم إن شاء الله؟ لا خليها أول الشهر عشان ألحق أشيل الأجهزة والأدوات الطبية. قبل ما أنسى، اتفضلي، دول هدية كادو. إيه دول؟ شوية شرايط جديدة نوفي، أفلام على مسرحيات، فيهم فيلم هيعجبك قوي اسمه ملوسة وقعت في حوسة. عسل.
اخوي يلا يا حبيبي اعمل لك مروه شويه شهل يا اخوي. حاسب على العفش يا حبيبي. على مهلك يابا على مهلك يابا. يلا توكل على الله. خش يا حبيبي يلا. يلا يا اخويا انت وهو. يلا يا حبيبي انت وهو. ها وانا يا دكتور فكرتيش فيه؟ هروح فين واجي منين؟ هرجع لجوزي اللي مش طايقاه واشتغل له خدامه وممرضه لغايه اما يخف وبعدين يرجع يتجوز عليا تاني. لا يا زينب، مش هترجعي له وانا مش ممكن انساكي. من ساعه ما مضيت العقد وانا بفكر في حل مشكلتك، والنهارده لقيت الحل. اتصلت بدكتور زميل عنده مستشفى خاصه ورحب قوي انك تشتغلي عنده وتقيمي في نفس المستشفى. يعني من بكره تقدري تستلمي الشغل. ربنا يخليكي ويوسع رزقك. هيقطع فينا فراقك قوي يا دكتوره. ما تقوليش فراق، انا لازم اشوفك باستمرار وبيتي مفتوح لك في اي وقت. وانت يا سهير هزعل قوي لو ما زرتنيش. توعديني انك تفضلي على اتصال بيا؟ شيرين، شيري، شيرين، شيري، اصحي يا حبيبتي، يلا بلاش كسل. صباح الخير يا ماما. صباح النور. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8. يلا. يلا ايه بس يا ماما، بتصحيني ليه دلوقتي؟ اصحيكي ليه؟ مش وراكي كلية هتتأخري. يا ماما أول محاضرة عندي الساعة 12. وماله؟ تصحي تفطري وتذاكري لك شوية. يلا يا ماما أرجوكي، أنا سهرانة امبارح لحد الساعة 2 بذاكر. وتسهري ليه؟ اتعلمي تذاكري الصبح بدل السهر. يلا. هتعوديني دلوقتي يا ماما؟ أنا ما بحبش مذاكرة الصبح، طول عمري بذاكر بالليل. أرجوكي سيبيني أنام شوية. طيب صباح الخير يا ست الكل. نقبل الايادي من ورا البيت. والله ده ايه الهنا اللي احنا فيه ده؟ في بيتنا يا ماما. ايه يا طارق ده؟ انت هتروح الكلية بالبنطلون الغريب ده؟ الله، طب ما انا بروح بيه كتير يا ماما، حضرتك ما خدتيش بالك ولا ايه؟ جينز جميل وقديم ومريحني. طب ده حتى الواحد نفسه بكام واحد من دول عشان يغير فيهم. لا 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 بلاش قلة قيمة، غيره والبس حاجة عدلة. ما تشغليش بالك انت يا ست لولا، ده عملي ومريحني قوي. اكيد انت النهارده يا قمر محضر لنا فطار جميل، مش كده؟ كده. تحب تتغدى ايه النهارده يا عماد؟ تضحك على ايه؟ اصلك اول مره تساليني سؤال زي ده. يا ستي اي حاجه. تحب اعمل لك صواني في الفرن ولا اعمل لك مشويات؟ سيان اهو، عشان خاطر يا ليلى ما تنسيش توضبي لي اوضه المكتب. اي تليفونات تجي لي اكتبها لي في ورقه وسيبها لي جنب التليفون. اصل كان في تليفونات كتيره قوي بتجي لي على هنا. ها فرصه بقى انك انت قعدتي في البيت. عماد انت مش هتفطر ولا ايه؟ لا يا ليلى مش هقدر، عندي مواعيد بدري. سلام. طب هتيجي على الغدا؟ غالبا، بس في احتمال ما اجيش. لو ما جيتش هتديني تليفون؟ اكيد. طيب لو ما كلمتش لغايه الساعه كام نتغدى احنا؟ التحقيق الصباحي بتاعك ده اخرنا على الاقل 3 دقايق. ما تتعوديش على كده. الو، صباح الخير. مين حضرتك؟ لا خلاص بقى، كل سنه وانت طيبه، الدكتوره اعتذرت. مين يا طارق؟ واحده زبونه، كلها كام يوم كده وكلهم هيعرفوا. الله، ايه ده؟ ده مش فطار، دي وليمه. تسلم ايدك يا اعظم ام في الدنيا. انا اللي هغسل الاطباق النهارده. ده ايه الادب والذوق اللي حط عليك فجاه كده؟ لا مش فجأة يا ماما، أنا طول عمري كده، بس حضرتك اللي ما كنتيش واخدة بالك. عموما بالمناسبة دي يا ماما. مناسبة إيه؟ الأدب والذوق. ابنك، فلذة كبدك،
محتاج اعانه عاجله بسيطه جدا، 1000 جنيه. كم؟ 1000 جنيه اعانه؟ ليه؟ عشان ادفعهم لواحد صاحبي في الكليه ربط كلام. اصل امبارح اتفقت معاه انه يبيع لي عربيته على 6، هو كان عايز يبيعها على 7، بس انا فضلت وراه لغايه ما اقنعته ان هو يبيعها على 6، والنهارده اتفقت معاه ان انا ادفع له 1000 جنيه احجزها. هو صحيح صاحبي لكن انا ما اضمنوش، على اساس شهر كده ولا حاجه ندفع له الباقي. ما شاء الله، يعني انت اتفقت وخلصت وعملت كل حاجه وجاي تقول لي بس عشان تاخد الفلوس؟ ما انا خفت السنه تطير مني. بصراحه يا ماما العربيه فلته لقطه، وانا برضه عندي نظر، ما رضيتش اتقل عليكي واطلب منك عربيه على الزيرو. ليه؟ ما تطلب، ما انت ما صدقت اني اجرت العياده وبدات تطلب بالالافات. وانا بطلب حاجه مش ضروريه يا ماما؟ ما انت عارفه عذاب المواصلات ده، انا بضيع نص اليوم استنى تاكسيات، وده كله بياخد من وقت المذاكره. طب ما تستعمل عربيتي، هو انا منعها عنكم؟ ده انا دلوقتي نادر لما بستعملها. عربيتك؟ هي دي عربيه يا ماما؟ دي ما فضلش منها الا الموتور. تعرفي ان اخر مره ركبتها سمعت ايه؟ سمعت صوتها بيبكي ويئن من امراض الشيخوخه. دي تديها هديه للسايس على طول، وتجيبي لك بقى حته عربيه جديده اوتوماتيك فله بالتكييف. يا سلام، منين بقى ان شاء الله؟ اذا كنت انت لوحدك طالب 6000، انت ما عندكش فكره ان العياده بتتاجر ب 3000 بس؟ ما تحمليش هم يا ست ماما، انا حاطط على صاحبي انه يقسط المبلغ على شهرين، بس اخد ال1000 جنيه دلوقتي عشان اديهم له، بعدين حضرتك واخده تامين شهرين. طارق، افطر وروح كليتك وبعدين نتكلم في الموضوع ده. ايه الشياكه دي على فين كده؟ رايحه حفله صغيره عاملاها سلوى. مين سلوى؟ صاحبتي وزميلتي في الكليه. والحفله دي بمناسبه ايه؟ بمناسبه نجاحها في الانتخابات وبقت عضو في اتحاد الطلبه. وانت ايه صلتك باتحاد الطلبه؟ صلة ازاي يا ماما؟ حضرتك ناسيه ان انا عضو في الاتحاد وكمان مسؤوله عن النشاط الرياضي في الكليه. ده من امتى الكلام؟ من السنه اللي فاتت. ما هو حضرتك ما كنتيش معانا. باي باي بقى. بقول لك ايه، ما تسيبك من الحفله دي وانا هلبس وننزل انا وانتي، اصلي عايزه اشتري كام فستان وكام شنطه، وانتي ذوقك حلو وعارفه بقى المحلات الشيك اللي نشتري منها. شيرين، ما انتي عارفه دوامه الشغل كانت واخداني ونسيت كل حاجه حتى اسامي الشوارع. عارفه يا ماما، بس انا للاسف ما اقدرش ما اروحش الحفله. وبعدين ما انت ممكن تاجلي موضوع الشراء ده اليوم تاني ابقى انزل معاكي فيه، ما هي مش هتفرق بالنسبه لك. ولو اني ابتداء من بكره هبقى مسحومه جدا في المذاكره. باي باي بقى. الو، صباح الخير يا طنط، انا ليلى. هدى موجوده في الشغل؟ شغل ايه ده؟ النهارده الجمعه. الاربعاء؟ صوري يا طنط، كنت فاكره الجمعه. لا انا في اجازه، معلش هبقى اطلبها بعدين. مع السلامه. الاربعاء. Well, I'm sorry things went wrong. What will you do now? I don't know. I'd like to make a film. ماما. ايوه. ممكن توطي صوت التلفزيون شويه عشان مش عارف اركز؟ حاضر. اهلا يا سهير، وحشاني. ازيك انت يا دكتوره؟ الله يسلمك، اتفضلي اتفضلي. انتي فين كده برضه ولا تسالي؟ اتفضلي. اسفه والله يا دكتوره، غصب عني، الفتره اللي فاتت دي كنت بشتغل ليل نهار. قد كده المستشفى واخده كل وقتك؟ ولا مدحت؟ ومدحت اكتر. اصل الحقيقه اخيرا بقى ربنا وفقنا ولقينا شقه. حقيقي؟
ده خبر ظريف قوي. وهتكتبوا الكتاب امتى؟ لا، ما احنا كتبنا الكتاب يوم ما استلمنا المفتاح. يا وحشه، ولا تعزمنيش؟ اسفه والله يا دكتوره، اصل الحكايه دي تمت بسرعه وعملناها في اضيق الحدود، بس طبعا يوم الفرح حضرتك هتبقي اول المعزومين. ان شاء الله، ربنا يتمم بخير. هو الفرح قريب؟ لما يرجع مدحت من السفر، اصله سافر بعد كتب الكتاب بعثه 4 شهور، هنتهزها فرصه واجهز الشقه، هستغل كل ركن فيها، ولما يرجع هعملها له مفاجاه. ربنا يسعدكم. عن اذنك. صباح الخير يا دكتوره. صباح الخير. ممكن حضرتك تيجي تشوفي الهانم لحسن تعبانه قوي قوي. انتوا الشقه اللي قصادنا؟ ايوه بالظبط يا فندم، احنا مستنيينك. طيب حالا دقيقه واحده. يعني اطمنها يا فندم؟ طبعا. شكرا يا دكتوره. شكرا، مع السلامه. اتفضلي يا مدام ليلى. اتفضلي يا دكتوره. اتفضلي يا فندم. صباح الخير. اهلا اهلا يا دكتوره. اتفضلي اتفضلي. متشكره. تشربي قهوه ولا شاي؟ لا ملوش لزوم. لا ازاي، ما يصحش. طب شاي لو ممكن؟ شاي بسرعه يا دكتور. حاضر يا مدام. انا اسفه اني بعتلك الشغاله بتاعتي، اصل تعبانه قوي قوي، والدكتور بتاعي مسافر. سلامتك. خير ان شاء الله. تعبانه قوي يا دكتوره. امبارح قمت من النوم ماليش نفس الاكل خالص، حاسه محموده كده، وحاسه بوجع فظيع في ظهري وفي رجلي. النهارده قمت عندي صداع فظيع جدا، وعرق كتير كتير قوي. كنت بتشتكي من حاجه قبل كده؟ ابدا، عمري. الدكتور بتاعي كان دايما يعمل لي جنرال تشيك اب كده، كشف دوري كل شهر يطمني على جسمي كله. لا عال ده الضغط كويس قوي. امال الادويه دي كلها بتاعت ايه؟ دي مش ادويه، دول فيتامينز. اصل لينا واحد دكتور عنده صيدليه صاحبنا، مش الا بتاعتنا، اي فيتامين بيجي له من بره بيبعته لنا على طول. تصوري بند الفيتامينات ده بيكلفني اكتر من 200 جنيه في الشهر. بتاخدي الفيتامينات دي كلها من غير الدكتور ما يكتب لك عليها؟ وهي الفيتامينات محتاجه روشته يا دكتوره. طبعا. المهم طمنيني، انا عندي ايه؟ لا الحمد لله ما عندكيش حاجه خالص. ازاي؟ لازم يكون عندي. امال ايه اللي بحس بيه ده كله؟ دي بقى اعراض جانبيه نتيجه كثره تعاطي الفيتامينات، يعني نقدر نقول عندك تخمه فيتامينات. في حاجه اسمها تخمه فيتامينات؟ في. يعني انا ما عنديش حاجه خالص؟ ابدا. يا سلام، تصوري مجرد كلامك معايا ريحني. قومي نقعد بقى في الصالون ونشرب الشاي هناك وتفهميني حكايه التخمه دي. اتفضلي. الفيتامينات زي اي ادويه تانية، اذا زادت عن الحد المطلوب بتجيب نتيجه عكسيه. الصداع والام العضلات اللي عندك ده سببه الاكثار من فيتامين اي بالذات. اتفضلي. انت عارفه ان كتر الادويه ممكن يعمل تسمم؟ يا ساتر، وعامله ايه؟ بعد الشر عليا. شكرا. ميرسي قوي انك طمنتيني. اصل صحيت من النوم النهارده كنت قلقانه قوي على نفسي. دي فرصه سعيده انك انت زرتيني ولو انها اول مره. ما بنشوفش بعض الا في الاسانسير وبس. واضح طبعا انك ما عندكيش ولا دقيقه فاضيه. كان ما عنديش ولا دقيقه فاضيه، انما دلوقتي طول النهار فاضيه. لازم واخده اجازه. طب ليه ما سافرتيش تقضي الاجازه بره؟ ولا انت من النوع اللي بيحب يقضي الاجازه في البيت؟ لا ابدا، اصل الاجازه طويله. انا قلت اريح نفسي كام سنه من الشغل ومشاكل العيانين. سكر قد ايه؟ نص معلقه. الحقيقه انا اصلي تعبت قوي اليومين اللي فاتوا. قفلتي العياده؟ لا، اجرتها شركه. برافو عليكي، احسن حاجه عملتيها في حياتك. تخيلي بقى يا راجل جايلك كده على الجاهز وانت قاعده مرتاحه حاطه رجل على رجل من غير شغل ولا تعب قلب. تصوري بقى، انا شخصيا عمري ما حسيت اني عايزه اشتغل. ما بتزهقيش؟ غريب، ده انا بقالي كام يوم بس في البيت وحاسه بملل فظيع. الايام كلها بقت شبه بعضها، سبت زي الحد زي الاثنين. ده انا حتى بطلت اشيل ورق النتيجه. يا حبيبتي، عشان مش عارفه تضيعي وقتك ازاي. تضييع الوقت ده فن. اساليني انا، بتضيعي وقتك ازاي؟ احكي لك باختصار ولا بالتفصيل الممل؟ بالتفصيل غير الممل. اقول لك، شوف يا ستي، انا متعوده اصحى من النوم متاخره قوي، 11 ونص، اخد القهوه بتاعتي وجريب فروت وانزل على طول على النادي.
اروح النادي العب شويه رياضه واعمل القزام بتاعي، وبعدين العب ماتش كروكي. بعد كده اروح للكوافير بتاعي اعمل الكودر باني. بعد كده يا ستي انزل اعمل شوبينج. بالليل ممكن قوي نروح نتفرج على عرض ازياء، او نروح اوتيل نتفرج على شو، او نسهر مع الشله بتاعتي، مره عندهم ومره عندي انا. شله ظريفه جدا جدا جدا، لازم اعرفك عليهم عشان تسهري معاهم. فيري هاي ستاندر. وبتسهروا تعملوا ايه؟ بنعمل ايه؟ بنعمل حاجات كتيره قوي، حاجات تجنن، وكل سهره فيها مفاجاه. مفاجاه الليله دي بقى انا اللي عاملاها. مفاجاه ايه؟ ومعقوله اقول لك؟ ما لو قلت لك مش هتبقى مفاجاه. انا عازماكي. موافقه؟ لا معلش، انت ايه؟ مش تقولي زهقانه؟ تعالي، انا متاكده هتتبسطي قوي. خلاص هتيجي؟ اهلا. ميرسي قوي اللي جيت. يا جماعه يا جماعه، قرب اسمعوني كلكم. هقدم لكم موظفه جديده في شركتنا، الدكتوره ليلى. اكتمل صيدلي ومهندس ومقاول وسيدات اعمال ورجال اعمال ومحامي ودكتوره. كده نقدر نعمل ايه؟ هنسميه حزب ايه يا بنت؟ تعالى. احنا مش عارفه في الحقيقه يا ليلى، اضحك قبل الضحك ما يغرق ويموت السوق. على فكره يا يحيى بيه، دكتوره ليلى دكتوره ممتازه قوي، اشتغلت يا حرام طول عمرها وتعبت قوي، دلوقتي بقى بتدور على الراحه. مع الشله هتلاقي كل اللي بتدوري عليه واحنا في الخدمه. طلبان دقيقه واحده. اتفضلي. اشربي. اتفضلي. متشكرة. يا جماعة يا جماعة، كله يجمع، اسمعوا آخر الأخبار. أهم نبأ جالي تليفون دلوقتي، تليفون مهم جدا، بيقول إن إحنا بكرة كلنا معزومين إن شاء الله في أوتيل بلادي ميري. الأوتيل عامل جلابية بارتي، عاملها بمناسبة عيد ميلاده. عيد ميلاد مين؟ الأوتيل. بس اسمعوا بقية الخبر. الاوتيل بيستضيف 40 شخص من اللي بيشتغلوا في اوتيل بلادي ميري في تركيا. الاتراك هيحضروا هنا ويحضروا الحفله باللبس بتاعهم التركي الجميل. احنا بقى كمصريين هنحضر بالجلابيه البلدي بتاعتنا، تريد اوريجينال، مش كده؟ حاجه اوريجينال على بساطه. والمفاجاه بقى يا سيدي. حاضر حالا. نعيمه يا نعيمه. فندم يا مدام. خلي الضيفه تتفضل. حاضر يا فندم. لو ما عجبتناش المفاجأة كل واحد فينا هيوقع عليك عقاب. يا سلام. ايوه هي تفتي وانا ادفع. تصوري يا دكتوره، غرمتني عزومه ب$1000 الاسبوع اللي فات. وهو كان حد قال لك تتجوز مضمونة مفاجآت؟ بس انت المره دي اللي هتدفع. عينيا. اجد. اهلا اهلا اهلا. الست رتيبه تبين زين وتضرب الودع وتفتح المندل وتقرا الفنجان والكوتشينه وتفك العكوسات. مساء الخير يا عماد. مساء الخير يا ليلى. اتأخرت عليك؟ لا ابدا. هي الساعة كام؟ الساعة 12. اسكت، ده انا النهارده كنت بتفرج على عالم غريب، ناس اهتماماتهم عجيبة فعلا. تصور واحدة طول الوقت بتفكر تقضي الويك اند فيه، والتانية مش عارفة تسهر في ديفيليه ولا في عيد ميلاد الاوتيل، والتالتة شاغلة دماغها تشتري فيلا في اسبانيا ولا شاليه في مرقية. فلوس وفراغ. ومع مين؟ مع ناس دماغها فاضية.
للاسف النوعيه دي كترت قوي في مجتمعنا. ولا المفاجأة اللي كانت عاملاها فيفي. واحدة ست بتشوف الطالع، أول ما شافوها اتلموا كلهم حواليها. هي فتحت الكوتشينة وهاتك يا كلام، طلعت ناس السما ونزلت ناس الأرض. بس الغريب يا عماد بقى إن معظم الكلام اللي قالته كان صح. قالت لواحد مثلا: دكتوره فنجان قهوه لو سمحتي. حاضر. غمض عينك، ادخل برجلك اليمين. فتح بقى. ايه رأيك؟ مش ممكن. معقولة دي شقتنا؟ أكيد أنا دخلت شقة تانية. دي بقى تجنن يا سمير. أنت أعظم من أكبر مهندس ديكور في البلد. اتفضل يا أستاذ، مكتب ومكتبة لزوم المهندس العصر. حبيبتي يا سمير. استنى بس، أنت لسه شفت حاجة. ايه رأيك بقى في وحدات الإضاءة؟ هايل. كل حاجة مكانها ومناسبة وملائمة لبعضها. إنما قولي لي، أنت عرفت الحاجات دي كلها منين وإمتى؟ منين؟ من كتالوجات ومجلات الديكور. امتى؟ من أول ما حبيتك. حسيت إن المكان اللي يجمعنا لازم يبقى جميل ومريح عشان ما تسيبوش أبدا إلا في أوقات العمل الرسمية. خطة مستهدفة يعني. عموما ده أجمل تحديد إقامة في الدنيا. سمير. سمير. نضحك بقى. إنما حقيقي أنت عملت كل ده إزاي في الكام شهر اللي سافرتهم؟ شغل ليل مع نهار. الأسبوع الأخير لغيت النوم، بقيت أشتغل 48 ساعة في ال 24 ساعة. صدق الليل، الحب يصنع المعجزات. ألو؟ صباح الخير. تقدري تحذري مين اللي بيكلمك؟ الأستاذ يحيى. معقول ذكائك ده؟ الحقيقة أنا بحسد جوزك عليكي. ربنا وفقه لزوجة تجمع بين الذكاء والجمال. لو تعرفت عليه هتحسدني أنا. طبعا هيجي اليوم اللي هتشرف فيه بمعرفته. أنا الحقيقة بكلمك عشان أشكرك. على إيه؟ وجودك في السهرة امبارح أسعدني جدا. ما تتصوريش أنا كنت مكتئب قد إيه. ولما شفتك ابتهجت جدا. أنت كنت نجمة السهرة. متشكرة. متشكرة على المجاملة اللطيفة دي. يا ريت أقدر أشوفك في أقرب فرصة. إن شاء الله في أقرب فرصة هبقى أخلي جوزي يجي معايا سهرة من السهرات دي، يشوف دنيا جديدة ما يعرفهاش. انتي ما فهمتيش قصدي يا ليلى. تسمحي لي أقول لك يا ليلى؟ سيادتك طلبت نمرة غلط. صباح الخير. أهلا مدام فيفي. أهلا أهلا. اتفضلي. قلت لك اخد معاكي فنجان قهوه وندردش شويه قبل ما انزل. رايحه النادي؟ لا، شوبينج. نازله اشيل شويه حاجات. اتفضلي. ما قلتليش عجبتك سهره امبارح؟ يعني مش بطالة. مش بطاله؟ معقوله تبقى ما عجبتكيش؟ عموما بقى انا للنادي عامله مفاجاه تانية هتتهوسي بيها. لا معلش اعفيني انا. ليه؟ حد من الشله ضايقك امبارح؟ لا ابدا، بس الجو غريب عليا شويه. ده في الاول بس. كتير قوي من الشله كانوا زيك كده، لكن بالتدريج اندمجوا وانبسطوا قوي. على العموم البيت بيتك، في اي وقت تحس انك زهقانه تعالي على طول. ان شاء الله. على فكره اول مره اشوف شقتك. ايه رايك؟ ظريفه، بس مش عارفه، حاسه انها محتاجه شويه هوا. هوا ازاي يعني؟ مخنوقه، فيها حيطان كتير قوي ملهاش لازمه، زي الحيطه دي ودي ودي دي. بس
بس دي حته اوضه المكتب. وماله تتهد، هيبقى عندك ريسبشن هايل، مساحه ما حصلتش ابدا. على فكره بقى مساحه شقتك زي مساحه شقتي بالظبط. معقوله؟ ده اللي يشوفها يقول شقه تانية خالص. شفتي؟ فرصه بقى ما تبقى قعدتي في البيت انك تجدديه وتجمليه. هو محتاج شويه لون اخضر، يعني شويه زرع هنا وشويه هنا، وورق الحيطه ده بقى ده موديل خالص، شيليه ودهني بلاستيك. ممكن تخلي الشقه دي جنه، وسوق مليان افكار جميله جدا، سيل ومودرن. الحقيقه انا معظم الوقت كنت مشغوله، عشان كده ما عنديش فكره عن الحاجات الجديده في الديكور. بسيطه يا حبيبتي، اعتمدي عليا. انا ليا واحده صاحبتي مهندسه ديكور شاطره جدا، في اقل من شهر ممكن تقلب لك الشقه دي خالص، تغير معالمها. ولو حبيتي تنزلي معايا السوق هفرجك على احدث مبتكرات الديكور. مفيش مانع، اتفضلي نشرب القهوه وننزل سوا على طول. وماله، بس روح للكوافير الاول. زي ما انت عايزه. ليلى، مين الكوافير بتاعك؟ كوافير نانا اللي جنبنا تحت. معقوله؟ وده كوافير ده يا ليلى؟ انت دكتوره وليكي وضعك في المجتمع، المفروض تهتمي بنفسك اكتر من كده. انا هعرفك على زيكو، بروفيسور كبير قوي، كل الستات الارستقراطيه الهوت سوسيتي بيروحوا له، هيعمل لك انقلاب في شعرك. صحيح؟ موافقه؟ موافقه. دقايق اعمل القهوه. الغدا يا ليلى. عماد، مش ملاحظ حاجه؟ خير. تسريحه شعري، ايه رايك؟ كويس. والقصه. قصه؟ قصه ايه؟ هو مش واضح؟ مبروك. فرحت لك قوي. ايه فرحت لك دي؟ سبحان الله، اتشغل وانسى نفسي، مش عاجبكم. افضى واهتم بيكم، برضو مش عاجبكم، حيرتوني. هي حاجه تحير فعلا. انت في ازمه ولا ازمه هاملت، اكون او لا اكون. الغدا اخباره ايه؟ حالا دقايق. على فكره، انت رايح المكتب النهارده بعد الظهر؟ عادي زي كل يوم. ليه؟ في حاجه؟ يا خساره، كنت عايزاك تنزل معايا افرجك على شويه حاجات قبل ما اشتريها. حاجات ايه دي؟ فيديو 5 سيستم بالكمبيوتر، انما يجنن. طب ما احنا عندنا فيديو. فاضي انا قوي عشان انزل الف على المحلات. ثم انا من امتى بعمل حاجات زي دي؟ بلاش انزل انا، بس كنت بقول يعني انت بتفهم اكتر مني في الاجهزه، وخصوصا اللي بتشتغل بالكمبيوتر. تفتكر قوي يا ليلى احنا محتاجين اجهزه بالكمبيوتر؟ وليه لا، ما دام نقدر نجيبه. وبعدين ده ايه، 5 انظمه مش 2 زي اللي عندنا، نقدر نشوف عليه شرايط العالم كله. ده غير انه بينقل من شريط لشريط على نفس الجهاز. انت بتبصلي كده ليه؟ لا ابدا، الحقيني بالاكل. لا مش تصرف سليم، عايز يحبس الواد ابنها وتقول تصرف سليم؟ فين هو التصرف السليم ده؟ يعني يا بابا قلبك على ابنها ومش قلبك على بناتك والشقه بتاعتك اللي اتبهدلت البهدله دي كلها؟ ده المره دي حصل خير، محدش عارف المره الجايه ممكن يعمل فينا ايه. يا بنات الولد ده عنده حاله نفسيه. الو، مساء الخير، انت فين؟ فين يعني ايه؟ في حاجه؟ واضح انك واخده موقف. موقف من ايه؟ مني، قصدي مننا. ما بنشوفكيش ليه؟ ظروف، انا مش فاضيه، وارجوك انت تسمعيني. ليلى، ما تتصوريش انا من اول لحظه حسيت بيكي وبمشاكلك قد ايه. مشاكل ايه؟ ست جميله مثقفه ادت لنفسها راحه اجباريه عشان تستمتع فيها بحياتها، ولو سمحت لي هساعدها. ارجوك، انا مش كده خالص، ودي اخر مره تتصل بيا.
وسهلا يا فندم. انت سكرتيرة جديدة؟ من امتى؟ طب اديني الباشمهندس. الو. ايوه ليلى، في ايه؟ ابدا، انا اصلي كنت قاعدة لوحدي زهقانة، قلت اتكلم معاك شوية. زهقانه؟ طب ما تشوفي حاجه تشغلي نفسك بيها. بحق انت مش عندك الفيديو كام سيستم؟ اهو ده مضيعه لوحده، تقدر تضيع اليوم كله جنبه. طب معلش يا ليلى دلوقتي اللي احسن مشغول قوي. ايوه كنا بنقول ايه؟ انا عايزة اشيل الحيطة دي والحيطة دي كمان، وهنا احط تكييف، وورق الحيطة اشيل وادهن بلاستيك. وبخصوص الاكسسوار الفرش يعني هنخليه زي ما هو. انتي ايه رأيك؟ بيتهيألي الصالون المذهب ده خلاص بقى دومه دي. متهيألي ان الهول كله على بعضه يتغير ويبقى روستيك، يكون احسن كتير طبعا. مفيش مانع. رايك ايه يا شيرين؟ اللي تشوفيه يا ماما. نبدأ امتى يا باشمهندسة؟ اسبوع بالكتير، هعمل المقايسه واجيبها لحضرتك تشوفيها، ولما توافق عليها نقدر نبتدي على طول. كويس قوي. حيطه مكتبي اللي فيها المكتبه؟ اللي بتقوليه ده من علامات الساعه. الخطوه الجايه قطعا الغاء اوضه المكتب. تبقى مش فاهمني. اصل البيت عندنا في حيطان كتير ملهاش لازمه، مخنوق عايز هوا. انا بقى ناويه افتح باب بين المكتب واوضه الصالون، لما يبقى في مناسبه نفتحهم على بعض يبقى عندنا ريسبشن واسع. مناسبه ايه؟ انت ناويه تعملي هنا حفلات؟ وليه لا؟ احنا مش لازم. مش بقول لك القيامه لازم تقوم. عماد افهمني، بطل المبالغه والتريقه بتاعتك دي. انا قصدي اقول يعني مش معقول هنفضل طول عمرنا قافلين بيتنا على نفسنا. اولا احنا مش قافلين على نفسنا، ثانيا احنا مش لازم نفتح بيتنا لكل من هب ودب حتى لو كان لينا مصلحه في كده. اصلك مش متصور شكل البيت هيبقى ازاي. هتبقى شقه تانية خالص، هتبقى جنه. اهي شقه مدام فيفي قد شقتنا بالظبط، ومفتوحه على البحري، انفتاح بقى. وهو ده بيت القصيد. مش فاهمه ايه الغلط اللي في كده. وهو ده الاخطر، من غير ما تحس الاوضاع كلها هتنقلب قدام عينيكي، ومثلك الاعلى يا دكتوره هيبقى مدام فيفي، وربنا يستر على اللي جاي. تصبح على خير. اطلبي اغلى حاجه. ليه بقى ان شاء الله؟ وقعت على كنز ولا لقيت خاتم سليمان؟ يعني حاجه زي كده. ايه رايك في 2000 دولار في الشهر؟ ايه رأي يعني ايه؟ في 3 سنين ب 72,000 دولار. اظن مبلغ هايل. نشتري لنا عربيه صغيره كده على قدنا، والباقي نحطه في البنك يجيب لنا دخل شهري ثابت من غير اي مجهود. طب ممكن تفهمني ايه الموضوع بالظبط قبل ما تشغل حنفيه الاحلام دي؟ ايوه دي اغلى حاجه. متر، من فضلك يا متر. امرك. عايزين جمبري مشوي ورز بالكبد والكلاوي والحلو. بعدين. طب من فضلك بعد الاكل. ميرسي قوي. قول بقى. شوف يا ستي، امبارح بالصدفه اتقابلت مع موظف كبير قوي في السفاره الانجليزيه، ودردشنا مع بعض. اتضح انه بيدور على شقه مفروشه. بسرعه تفهمنا ومضينا العقد. اتفهمتوا على ايه؟ مش فاهم. سرحت ولا ايه؟ اجرت له الشقه وخدت منه ايجار شهرين مقدم. شقه مين؟ لا ده انت النهارده حكايتك حكايه. شقتنا طبعا. هتكون شقه مين يعني؟ شقتنا؟ بتقول اجرت له شقتنا؟ ايوه. ما تتصوريش الراجل انبهر بيها قد ايه، اتجنن بذوقك. قال لي اكيد خطيبتك دي عاشت في اوروبا. انا مش مصدقه. تأجر شقتنا؟ الشقه اللي عملتها جنه وارتبطت بيها، اللي فضلت اشتغل فيها ليل نهار، جمعنا احنا الاتنين في كل ركن فيها. انت تعمل كده؟ ما عملش كده ليه؟ مش فاهم انت واخده الموضوع بحساسيه غريبه جدا. دي فرصه، مفيش حد عاقل في الزمان ده يرفضها.
واذا كان على الجواز انا مرتب اموري، يعني ممكن ال3 سنين دول نستحمل، نقعد عند والدي عند والدك، يعني زي ما تحبي. سهير دول 72,000 دولار. تقسم بنتي ما عندكش اي شعور ولا احساس. موديل 84 في الفريون. لونها ايه؟ طلبك يا مدام رمادي. وايه؟ ب20.5 بس. ها نخلص؟ خلص بس غير لي نمر، عايزاها رقمين بس. ليه يا مدام؟ كل باشوات زمان عربياتها رقمين بس، وبعدين اتصرف يا زيكو ما يمنعش الفلوس. والله ده اهلا بالدكتوره. ازيك يا زيزو؟ مدام فيفي بتفكرك ميعادها النهارده الساعه 4، بتقول لك اوعى تتاخر، ده احسن عندها مواعيد كده. زيكو ما شفتليش حته الارض يا زيكو؟ جاهز، في 300 متر مربع متسجلين في ارض الجولف، المتر على 600 جنيه. ها نخلص؟ بس حاول تنزل لي السعر شويه، كلمني في التليفون. اوكي. مالك النهارده في ايه؟ بعدين افهمك. شايفه البرايه اللي قدامك دي؟ كانت متدشدشه 100 حته الاسبوع اللي فات، لسه مغيرها امبارح. ليه كان عندكم معركه؟ معركه زي اللي بتشوفيها في الافلام بالظبط، بين القديمه وبين السنيوره الجديده. قديمه ايه وجديده ايه؟ ما هي الجديده اللي حضرتك شفتيها وانت داخله، بس الحمد لله طرقتها. وطرقتها ليه مش فاهم؟ مدير عينه زاغ على السكرتيره بتاعته، اتجوزها. مراته عرفت بالصدفه، عملت لها كمين عندي هنا اهوت، ضربتها. اصل هما الاتنين زباين عندي، ربنا ما يوريكي، عينك ما تشوف الا النور. فضيحه. اتجوز كده فجأة من غير مقدمات؟ مقدمات ايه يا مدام؟ راجل بشيان عدى ال45 سنه ومتجوز بقاله اكتر من 20 سنه، ملل يعني. والسكرتيره بتاعته حلوه وصغيره وطول النهار قاعده له في الشركه. الكبريت جنب البنزين، لازم المسائل تولع. يبقى بقى مفيش امان مهما طالت سنين الجواز. امان ايه؟ ما دي الغلطه اللي بتقع فيها كل ست. يعني ايه؟ لما السنين بتمر والست بتشعر ان الراجل بقى في جيبها، بتديله الامان على الاخر. والراجل من دول لما تفتحي له القفص. يعني ايه اللي مطلوب؟ ان الست تفضل مفتحه لجوزها على طول؟ هتعمل له فيها فلومبو؟ ليه لا؟ انت دكتوره وعارفه ان الوقايه خير من العلاج، مش بيقولوا كده برضه؟ الو، مساء الخير يا فندم. عبد الستار بيه اتصل بسيادتك وحددت له ميعاد بكره الساعه 10. سيادتك مش جاي المكتب؟ اكيد يا فندم. لا ابدا، انا اصلي عرفت من السكرتيره اللي قبلي ان من رابع المستحيلات يجي يوم حضرتك ما تجيش فيه بعد الظهر، في الساعه 6 بالدقيقه. كده اهو؟ لا لا لا، مش للدرجه دي يا منى، دي اكيد تشنيعه. طب لو ما جاتش حاجه مهمه لغايه الساعه 8 تقدري تروحي. مع السلامه. كنت بتكلم مين يا عماد؟ السكرتير. دي اللي ردت عليا في التليفون لما طلبتك في المكتب؟ ايوه. مش كنت قلت لي انها استقالت؟ ايوه، بس دي واحده جديده. استلمت شغلها امتى؟ من اسبوع. ما قلتليش يعني. ودي حاجه مهمه؟ لا مش مهمه، بس انت متعود تقول لي كل حاجه. ايه الحكايه؟ انت بتكلميني ليه بالطريقه دي؟ لا ابدا. والسكرتيره الجديده دي اسمها ايه؟ منى. متجوزه؟ لا. وحلوه طبعا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ تخليها انا كانت حلوه ولا مش حلوه؟ انت مش ملاحظ انك كل ما اكلمك تنفعل؟ وانت مش ملاحظه انك بتستجوبيني؟ انت عمرك ما عملت معايا كده. اسفه. اوعدك اني مش هسالك على حاجه بعد كده.
وسهلا يا ماما. ايه؟ ما عندكيش شرايط فيديو جديده ولا ايه؟ امتى بقى اخلص امتحانات وافوق كده عشان اتفرج معاكي؟ يا بختك، مستمتعه بوقتك. طارق، العربيه عامله معاك ايه؟ تمام. فكرتيني، هي ناقصها التكييف والكاسيت والسماعات والامبليفاير والايكولايزر واللايت سيستم، وانا متاكد طبعا ان ماما حبيبتي هتكمل جميلها وتجيبهم لي. انت عندك امتحان ايه بكره؟ تاريخ عماره. تحب اساعدك؟ ازاي يعني؟ انقل لك حاجه، اراجع معاك. لا متشكر قوي يا ماما، الوقت خلاص يا دوب. طيب ربنا يوفقك. ماما. ايوه. حضرتك شكلك بيقولي انك كنت عايزه تساليني عن حاجه تانية. لا ابدا. معقوله؟ ما بقاش طارق ابنك. خير؟ مفيش داعي دلوقتي عشان ما اعطلكش. طيب عنوان عريض كده. انت مش كنت مره كلمتني عن السن الحرجه للراجل؟ اصل حضرتك بابا يعني؟ لا مش بابا بالذات يعني. حصل حاجه؟ لا طبعا. حصل ايه؟ ما حصلش حاجه. انا قصدي انت كنت قلت لي الموضوع ده بمناسبه ايه؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة لما حاولنا نقنع حضرتك تأجري العيادة، وبصراحة قلنا نبالغ شويتين عشان توافق. ايه ده يا ماما؟ معقولة برضو؟ ده انت ست ستات. سيبك من الموضوع ده بقى وخلينا في المهم. هتجيبي لي التكييف والكاسيت والسماعات والامبليفاير والايكولايزر واللايت سيستم؟ ده احنا هنا جنب مكتب بابا يا ماما، ما تيجي نطلع له؟ اكيد هو موجود في المكتب دلوقتي. والله فكره. مفيش داعي. ليه يا ماما؟ اصل انا عمري ما رحت له المكتب، مش معقول اول مره اروح له ابقى مش متوضبه كده ومش عامله شعري. تضحكي على ايه؟ ده بابا يا ماما، هو حد غريب؟ هو مش غريب، لكن اكيد في ناس في المكتب لا شافوني ولا عمري شفتهم. خليها مره تانية اكون مستعده اكتر. شيرين، انتي شفتي سكرتيرة بابا الجديدة؟ هو بابا جاب سكرتيرة جديدة؟ من اسبوعين. لا اصل بقالي شهر تقريبا ما رحتلوش المكتب. ايه رأيك؟ مش شيك؟ ده ليك يا ماما؟ ايه مش عاجبك؟ لونه فاقع قوي، يعني ما تعودناش. وانا كنت عايشة، انت نفسك قلتيها، من العيادة للبيت ومن البيت للعيادة. انت اصلك ما شفتيش فيفي وصديقاتها بيلبسوا ايه، انا اللي ما كنتش واخدة بالي من نفسي. برضو ده احلى. مدموزيل لو سمحتي. مش وقته بقى، انا ورايا شغل. هكلمك كمان ساعة. باي. ايوه يا فندم، تحت امرك. انت خبر للباشمهندس، انا المدام. اهلا وسهلا يا فندم. الحقيقه الباشمهندس خرج؟ ما قالش رايح فين؟ الحقيقه لا. ومش هيرجع تاني؟ ما اكدش، قال احتمال. طب وانت تتوقعي ايه؟ مش عارفه. بس السكرتيرة الناجحة لازم تعرف كل تحركات المدير بتاعها في الحدود اللي يسمح بيها هو يا مدام. الأولاد فين أمال؟ طارق عنده امتحان من 3، وشيرين هتتغدى عند واحدة صاحبتها. ايه مش هتاكل؟ مش عاجبك الأكل؟ ده هو الظاهر معدتي مش مظبوطة. ولا اتغديت بره؟ بره؟ بره فين؟ وانا لو اتغديت بره ايه اللي هيقعدني على السفرة؟ يمكن مجاملة. ايه الحكاية؟ في ايه؟ مفيش. اصل فت عليك النهارده في المكتب شوية ما لقيتكش، قلت يمكن حد عزمك على الغدا ولا حاجة. فتي عليا ليه؟
كنت انا وفيفي بنشتري شويه حاجات من السوق، لقيت نفسي قريبه قلت افوت عليك. كنت فين؟ كان عندي ميعاد. مع مين؟ مع عميل. مش العملاء هم اللي بيجولك المكتب؟ مش في كل الأحوال. في أسئلة تانية؟ ضايقتك قوي بأسئلتي؟ لا، ضايقتني لهجتك الجديدة. الظاهر قعدك في البيت ابتدى يغيرك. قصدك ابتدى يخليني اخد بالي من حاجات كنتش باخد بالي منها قبل كده. زي ايه بقى؟ زي السكرتيرة مثلا. مالها؟ بصراحة أول ما شفتها ما استريحتلهاش. ليه؟ واضح جدا إنها لعبية. دخلنا عليها المكتب لقيناها بتتكلم مع واحد في التليفون وكلام خاص. مش جايز يكون خطيبها؟ دي مش مخطوبة، مفيش في إيدها دبلة. مفيش في إيدها دبلة؟ دي تبقى جريمة. أنا مش هسكت. أنا هحقق في الموضوع ده فورا وهحولها لجنة تأديبية. إذا ثبت إدانتها هأجبرها على الاستقالة فورا، ومش بعيد كمان أبلغ النيابة العمومية بتهمة المكالمة في التليفون من غير دبلة. حاجة تجنن. مش ممكن يا فيفي، ده بقى إنسان تاني خالص غير عماد اللي أنا أعرفه. طب بس اقعدي. صدري متضايق وعايزة أقعد في الهوا شوية. تعالي. صوري كل كلمة أقولها له يتنقر عليا. بيرد عليا ردود سخيفة جدا. أنا مش فاهمة، معظم الوقت مش عايز يتكلم معايا خالص. عشان ابتديتي تقولي له حسن. انا شخصيا بقى ما اقدرش استنتج اي حاجه من غير ما اكون متاكده منها. واضح طبعا من كلامه وتصرفاته ان في حاجه كده مش مظبوطه. تفتكري؟ والحل يا فيفي؟ انا عندي اقتراح. هكلمك رتيبه. مين رتيبه؟ رتيبه العرافه. دي بقى اللي ممكن تجيب لك المستخبي وتكشف لك المستور. رتيبه؟ ما انت عارفاها يا ليلى. هي حطت البيجامات فين؟ ليلى، ليلى. ايوه يا عماد، في حاجه؟ ايه ده؟ معرفش. ده حجاب مش كده؟ لا طبعا، حجاب ايه؟ وده عشان ايه ان شاء الله؟ عشان يحميني من الحسد ولا يحميك انت من الغيرة؟ يكونش عشان يهديني ويبعد عني كده النساء؟ ما هو انت السبب. ما بقتش حاسس بيا خالص. اتغيرت وما بقتش عماد بتاع زمان. طول الوقت ما انتش معايا لا بعقلك ولا بمشاعرك. حطيت جدار بيني وبينك. اتشغلت عنك. شغلت عنك يعني ايه؟ ما انا طول عمري كده. ايه اللي اتغير فيا؟ تكونيش عايزاني اسيب شغلي واقعد جنبك في البيت؟ ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ مش كلام غريب. انت بقيت تتعامل معايا باستهانة، باستهتار. ما بقتش تفرق معاك تحافظ على شعوري ولا تجرحني. تبقى معايا ولا تبقى بعيد عني. تحبني ولا تكرهني. انا ما بقتش بالنسبة لك امثل اي قيمة. بقيت مجرد شيء، آلة بتلبي لك كل طلباتك من غير كلمة شكر، من غير حتى ما ترفع عينك عشان تبصلي. ما بقتش حاسس بوجودي خالص. انت بتسمي الحياة الاستهلاكية والخرافات اللي ابتديتي تعيشي فيها وجود انا ممكن اشاركك فيه؟ الامكانيات المادية، الاوض المكيفة، اجهزة الترفيه دي كلها وسائل للتسلية والراحة بس، انما عمرها ما كانت ولا هتكون اساس لحياة ليها قيمة ومعنى. انت عارف ان الحاجات دي عمرها ما كانت لها قيمة بالنسبة لي.
دي كانت نتيجة الفراغ اللي انت فرضته عليا. انا ما فرضتش عليكي فراغ، انا اقترحت عليكي راحه. فرق كبير قوي بين ست مثقفه اجبرتها ظروفها انها تقعد في البيت وبين محدثه نعمه مخها فاضي زي جارتك. حصلت الدكتوره الكبيره اللي بتعالج امراض الجهل وامراض الجسم، اللي دارسه طب وكيمياء واحياء وطبيعه، هي نفسها اللي تحط لي حجاب. مش قادر اصدق. ولا مليون أرنب. انت والبيت بتاعك فاهمين غلط. المسألة مش مسألة فلوس. عايزني اسيب عيادتي وشغلي وحياتي كلها عشان الأرنب ده؟ مستحيل طبعا. الموضوع ده ملوش غير زاوية واحدة. شغلي اللي بحبه واستمتع بيه والاقي نفسي فيه. شغلي اللي ضحيت عشانه براحتي. اضحي بكل ده عشان كام ألف وتعطل وكسل ورحراحة واحساسي باني ماليش اي قيمة. وهو ده الاخطر. من غير ما تحس الاوضاع كلها هتنقلب قدام عينيكي، ومثلك الاعلى يا دكتوره هيبقى مدام فيفي، وربنا يستر على اللي جاي. حصلت الدكتوره الكبيره اللي بتعالج امراض الجهل وامراض الجسم، اللي دارسه طب وكيمياء واحياء وطبيعه، هي نفسها اللي تحط لي حجاب. اهلا يا زهير، اهلا، اتفضلي. لا، ايه يا زهير؟ مالك، في ايه؟ انا ومدحت طلعنا. مش ممكن. قوليلي ايه اللي خلاه يعمل كده؟ انا اللي طلبت الطلاق، اتخدعت فيه. ما كنتش متخيله انه يطلع بالاخلاق دي. طب اهدي بس واحكي لي ايه اللي حصل. اجر الشقه اللي كنا هنتجوز فيها الناس اجانب ب$2000 في الشهر. معقوله؟ قال لي الخبر بمنتهى البساطه. صرخت في وشه وسبته ومشيت. بعد ما وصلت البيت اغمى عليا وفضلت منهاره في السرير يومين. ما قدرتش غير لما وافق على الطلاق. تصوري انه ما حاولش يغير قراره حتى بعد ما شافني منهاره. بالعكس، قال لي بمنتهى الاستهانه: انت الدكتوره بتاعتك عملت كده في عيادتها، انت هتكوني احسن ولا اغنى منها؟ معلش يا سهير، افضل انك تتصدمي قبل الجواز. ما تستغربيش، احنا بقينا في زمن مكاسب المادية فيه اهم بكتير من العلاقات الانسانية. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ست الدكتوره، حصلت لنا البركه. ازيك يا عبد؟ ايه تعبه نفسك ليه؟ لسه اسبوع على اول الشهر، ما انا بجيب الايجار لحد عندك. انا مش جاي عشان الايجار. هو الاستاذ عبد السلام مش فوق؟ ايوه فوق يا ست الدكتوره. متشكره.
اي خدمه. الاستاذ عبد السلام موجود؟ شرايط ولا وجه جديد؟ نعم. لا انا عايزه اقابله. تبقى وجه جديد، الاستاذ كله نظر. من فضلك انا عايزه اقابل الاستاذ عبد السلام. اسم حضرتك ايه؟ الدكتوره ليلى سليمان. دقيقه واحده. وما تنساش تكتر لي اللوكيشنز، تتنطط لي كل يوم في حته، والفلفل والشطه والبوظات الحراقه. انا بديك فرصه عمرك تلقطها تقش السوق. رجلي. نعم. في حاجه؟ في واحده عاوزاك. خليها تدخل. دي باين عليها من مباحث الشرايط. اسمها ايه؟ بتقول عن نفسها دكتوره. دكتوره ليلى سليمان. ليلى سليمان. خليها تدخل. صباح الخير. اهلا اهلا يا دكتوره، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اشقت الانوار. اتفضلي حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا دكتوره. حضرتك تشربي ايه؟ لا ملوش لزوم، انا عايزه حضرتك في موضوع مهم. اموري. انا محتاجه العياده يا استاذ عبد السلام. محتاجاها يعني ايه؟ يعني استردها. تسترديها؟ يعني ايه يا دكتوره؟ مش في عدم مؤاخذه عقد بيني وبينك؟ ايوه بس انا قررت ارجع الشغل تاني. بعد 6 شهور؟ والعقد بيقول اني مأجرها سنتين قبل التجديد. اصل جدد ظروف وانا ما اقدرش استنى سنه ونص كمان. ما انا سبق عرضت عليك زياده وانت رفضتي. لا مؤاخذه يا مدام مضيتي ما اقدرش ادفع زياده. زياده ايه؟ انت فاهمني غلط. انا جايه اطلب منك نلغي التعاقد. تلغيه ازاي؟ العقد شريعه المتعاقدين واحنا كنا بنهزر. ارجوك انا مستعده ارجع لك الايجار اللي خدته الشهور اللي فاتت. اسف يا دكتور، كنت قولي من الاول. بقى بعد ما ترستانا والاشياء بقت معدن جايه تقولي الكلام ده؟ متشكره. السلام عليكم. الله كده من غير اي واجب. مع السلامه. وحشتيني قوي قوي يا جوقه. انت اكتر يا كمونه. فرفوره. مش ايوه يا ست الدكتور. بقول ايه يا عبد؟ نعمين. ممكن تشوف لي شقه صغيره قريبه من هنا اعملها عياده؟ يا سبحان الله، حضرتك فايته العياده مالكيش كام شهر ولحقتي تحني. هتشوف لي؟ يا ريت يا ست الدكتوره، انت عارفه ان انا بخدمك بعناية، بس زي ما انت راسيه المهندسين صعب قوي، ما فيهاش خرم الا متاجر والشركات. اذا كان عليا يعني ما تاخرش. طيب لو حتى اوضه في عياده مع دكتور تاني مؤقتا لغايه مده العقد ما تنتهي. ادور بس ما اقدرش اوعدك دلوقتي. يعني ممكن ترد عليا في خلال قد ايه؟ قدام جنابك كده من هنا لغايه اول الشهر. ياه ده لسه في اكتر من اسبوعين. يا دوب، ويا ريت اقدر الاقي حاجه في الوقت الضيق ده. بس انا مش هقدر انتظر. معلش يا عبد، عشان خاطر اتعب معايا شويه وليك عندي مكافاه كبيره. المهم تلاقي لي اي حاجه على نهايه الاسبوع ده. عم عبد البواب عايزك على التليفون. الو. ايوه يا عبدو. لقيت لي عياده بجد ضيقه مش مهم في بلاد دكرور مش مهم مسافه السكه. ماما هتروحي العياده بالروب والشبشب.
عندك سقوط رحمي، واضح انه جالك من كثرة الولادة. عندك كم طفل؟ مفيش غير عيل واحد يا دكتورة. غريبة، ولادته كانت متعثرة؟ ابدا، ولا حسيت بيه. طيب تعملي لي التحاليل دي وتجيبيها وبعديها هتحتاجي العملية. حاضر. وهخلف تاني يا دكتورة؟ يستحسن بلاش، لو خلفتي هتحتاجي العملية تانية. كفاية اللي عندك، المهم تهتمي بيه وتربيه كويس. الحمد لله انها جت على قد كده، انا مش قادرة اربي عيال تانية يا دكتورة. ده انا اتهد حيلي واتمقت. من عيل واحد؟ ده انت حالة نادرة اول مرة اقابلها. عيل واحد ايه يا دكتورة؟ دول 5. 5؟ انت مش لسه قايله لي انك ما عندكيش غيره؟ ايوه، ما عنديش غيره من جوزي التاني يا ست الدكتورة، يعني 6. 6 وانت في السن ده؟ امال لما توصلي لسن الياس يبقى عندك كام عيل؟ انتوا ايه؟ انتوا عايزين تجننوني؟ انتوا مفيش فايده فيكوا، مش هتتغيروا ابدا يا ست الدكتورة. انتوا متصورين انكم هتيأسوني؟ انتوا فاكريني هسيب مكاني هنا تاني؟ لا. حضرتك بتتكلمي عن ايه يا ست الدكتورة؟ مش هيحصل، مش هيحصل ابدا. ولا ادخل. افضلوا انتوا هاتوا في انفس عذبوا فيها، وانا هفضل وراكوا لغايه ما تتغيروا، يا انا يا انتوا. مبروك. عماد 16/7/87.